السلام عليكم. الآسيوية راحت بخيرها وشرها، وماني متكلم عن جمهور النصر لأنه معروف أنه يفتخر بإنجازات الغير وله 90 فريق في السنة، لكن أنا بتكلم عن فئة ثانية. وسبق أني جلدتهم وجلدت تاريخهم كلهم ناديهم ب 200 ثانية فقط، عرفتوا؟ فما لقيت ولا نصراوي أصلا يرد بربع رد من أحد أسئلتي. حلو؟ بتكلم عن نادي يدعي مشجعينه أن لعبته الآسيوية وان الفرق السعوديه بعدها ما راح تحقق دوري ابطال اسيا. تعال استعرض تاريخك ويبي لي آلة حاسبة. نادي الاتحاد عميد الانديه السعوديه اللي له 90 سنه متاسس. خلينا نستعرض تاريخه بالتدريج من المحليه لوصوله للاسيويه. جاي عزيز الاتحاد، ياخذ لك معلومه. تدري اول دوري حققته بالنقاط سنه 2009، يعني احتجت 84 سنه عشان قال لكم آلة حاسبة يبغى لها. عزيز الاتحاد، ياخذ لك معلومه. جميع الاتحاديون يتفقون بان محمد نور هو اسطوره الاتحاد، لكن مو بهذه المعلومه. خلي اقول لكم وش المعلومه. طبعا قبل ما اتكلم عن تاريخ محمد نور اللي بدا بالتسعينات وما برز الا من 2004، لكن خلي اقول لكم هذه المعلومات. ليش الاتحاد يعتبره اسطوره؟ يعتبرونه اسطوره ليش؟ لانه قبل محمد نور كان عند الاتحاد 13 بطوله، وبعد محمد نور صار 36 بطوله. احسب الفرق في الاله الحاسبه وكم سنه تاسيسه. نحتاج استخدام الاله الحاسبه في حسبه بسيطه. اذا قلنا نور له 20 سنه يلعب وخصمناها من ال90 سنه حقت الاتحاد، يعني خلال 70 سنه 13 بطوله. مستمرين في المقارنات المحليه. عدد فوز الهلال في لقاءات الفريقين المباشره باكثر من فوز الاتحاد. بس هذا لا بأس. يقول التاريخ ان الهلال استطاع ان يفوز بعده نتائج تاريخيه، اهمها 4 مرات يفوز 5، و5 مرات يفوز 4، ويقولون منافس. غير التفوق الهلالي بجميع البطولات، سواء كاس ملك، الدوري، كاس ولي العهد، كاس امير فيصل، وحتى السوبر بعد. الحين نرجع للبطولات الآسيوية. الهلال حديث التأسيس 1957 استطاع تحقيق أول بطولة آسيوية أبطال دوري سنة 91. أول بطولة دوري أبطال كانت الاتحاد عام 2004، ولاحظوا من التأسيس لين 2004. طبعا قبلها محقق 98 كاس الكؤوس. نتكلم عن نسخة 2004 اللي حققها الاتحاد، كانت أقل في عدد الفرق، وكان المتأهلين على طول دور 8، ما في شيء اسمه 16 وأقل عدد مباريات يلعب. لا، وكان في فرق تشارك من العراق وسوريا في دوري أبطال آسيا، يعني كان في الزوراء العراقي، كان القوة العسكرية مدري قوة الشرطة العسكرية من العراق، الكرامة السوري. الحين بتكلم عن تأهله للعالمية عندما حقق بطولة 2005. أقول لكم طريقة تأهله وانتم احكموا. كان بطل 2004 يتأهل مباشرة لدور الثمانية في نسخة 2005، يعني لعب من دور الثمانية على طول ولعب 4 مباريات وتأهل. طبعا تكلمت عن المستوى المحلي وتكلمت عن المستوى القاري بتحقيق الاتحاد 3 بطولات بنصف بطولات الهلال ال6 الآسيوية. لكن الحين خلينا نقارن على مستوى اللاعبين. على مستوى آسيا حقق 3 لاعبين من الهلال جائزة أفضل لاعب في آسيا، بينما الاتحاد لاعب واحد. منافس. نستمر بالأندية. ما بعد وصلنا للمنتخب. الهداف التاريخي لجميع البطولات الآسيوية ناصر الشمراني. من اللي بعده؟ سامي الجابر. حتى لو نجي على مستوى الوطن، فالهداف التاريخي لكاس آسيا هو ياسر القحطاني. الهداف التاريخي لتصفيات كاس العالم سامي الجابر ب16 هدف. نجي على مستوى بطولة العالم ومشاركة السعودية في ال4 نسخ هذه، 4 لعيبة سجلوا، سامي ويوسف والغشيان وياسر. الاتحاد ولا لاعب. المقارنات كثيرة. لو تكلمنا عن تاريخ الهلال فهو تاريخ لا يطال، ومجد لن يصل إليه أي فريق لو حاول بنصف محاولات الهلال. هذا هو الفرق. دائما اي اتحادي اتحداني يحاجني بالمعلومات اللي قلتها، واتحدى اي شخص حتى لو بيدافع عن الاتحاد يغلطني في هذه المعلومات. تو واحد جاني على الخاص يقول تكلم عن النصر. انا سبق اني تكلمت عنهم وتحديت اي واحد نصراوي يجيني يكلمني، ولا واحد ولا ربع نصراوي حتى جاني وناقشني في هذا. وتاريخ الانديه بالعموم مقارنه بالهلال كفيها مقاطع سناب، يعني لا نحاول نعطيهم اكبر من قيمتهم. وارجع واقول انا اتحدى اي نصراوي او اتحادي. انا يوم تنزل جاني اتحاد يقول نسينا على ايام البعبع منصور بلوي وشلون كنا نصقعكم. طيب حبيبي، انا بقول لك الاتحاد في فترة منصور بلوي حقق 6 بطولات، الهلال في فترة منصور بلوي حقق 7 بطولات، لو استثنينا منها بطولة الإرهاب صارت 6. الهلال في عهد بلوي استطاع أن يخرج الاتحاد من 3 بطولات، أما الاتحاد استطاع أن يخرج الهلال بطولتين. يقولون بعبع. الاتحاد في عهد بلوي استطاع الفوز على الهلال ب7 مرات، طيب الهلال 9 مرات. بعبع بلوي بعبع يا أخي للهلال.